بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حبيبنا وشفيعنا وإمامنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله عدد المكان وعدد ما يكون، وسبحان الله عدد الحركة والسكون. طيب، قبل ما أبلش في درس اليوم، يعني أنا وضعت يعني الاسم واسم القناة ورقم الهاتف الواحد، لأن تواصلوا معي بعض الأشخاص بأن تواصلوا معي من قبل، وقلت لهم أنا عندي رقم واحد هو هذا، والرقم الثاني وأصلا على القناة. فلذلك يا إخواني عندي هذا الرقم والرقم الثاني اللي على القناة، يعني من غير هذا فأنا لا أعلم شيئا ولا أدري شيئا. طيب، وقبل ما أبلش يعني بعد يومين، يعني بعد الحسابات يعني على حسب الفلك، اليوم هو الذي انتقل كوكب الزهرة لبرج الحمل. يعني اليوم، مو كان 30 في الشهر، بس اليوم. هذا تصحيح لبعض الإخوان. اليوم هو الذي كان في انتقال كوكب الزهرة لبرج الحمل. ليش قلت هذه المعلومة؟ لأن أول ما نزل هو المثلث، وهذا المثلث يعني أصله من الحمل، يعني هذا موضوع آخر. لذلك فهناك أقول 7 أبراج يعني مبشرين بالخير بحمد الله، وكل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. وهو البرج الحمل والقوس والجوزاء والذرو والأسد والميزان والسرطان. يعني راح يكون عندهم تغيرات نفسية، مالية، يعني في مجال العمل، في مجال البيت، في الدراسة. فأنا أبشركم إن شاء الله بإذن الحي القيوم. وأبشر أيضا الناس المملكة العربية السعودية، فهي راح يكون حدث يعني قوي. والبحرين أقول الحيطة والحذر. وأقول أيضا بأن قلوبنا مع ناس اليمن، لان راح تكون يعني، انا ليش بحكي هيك؟ يعني لما ندخل بالفلك او على حسابات بالفلك، يعني تقول لي من وين نجيب هذا عباره كله عن حسابات. وهذه الحسابات تعطينا يعني تكون طاقه سلبيه ولا ايجابيه. ولا كانت طاقه سلبيه فانه يكون شر وكذا وكذا، ولا كانت ايجابيه طبيعي يكون شيء جميل ومفرح ان شاء الله. وكذلك البرازيل، وكذلك يعني راح يكون حدث قوي، وراح يكون يعني في الأمريكا اللاتينية. يعني هذا موضوع خلينا منه. طيب، راح أقول بسم الله الرحمن الرحيم، وراح أبلش في موضوعنا اليوم أو درسنا اليوم. ليش تطرقت لهذا الموضوع؟ لأن بعض الإخوة يصير معهم في علاج شخص أو في إبطال أسحار أو في يكون عندهم بعض الخلل. ودائما أقول ما أنا إلا نقطة في هذا العلم، وما أوتيتم من العلم إلا القليل. طيب، راح أكتب هون أنواع السحر. بأن أنواع السحر يعني هناك أنواع كثيرة، هناك أنواع كثيرة. راح أتطرق إلى سحر الطلسم وسحر النجوم. طيب، بالنسبة لسحر الطلسم راح أرجع له فيها. راح نتكلم شويش على سحر النجوم. سحر الكواكب أو النجوم هو من أفتك الأسحار، من أفتك الأسحار وأقوى الأسحار على كوكب الأرض، وهو سحر الكواكب والنجوم. ليش؟ ليش؟ لأنه يكون عبر الإرسال. يكون عبر الإرسال. وراح أتطرق كيف يكون سحر النجوم والكواكب في درس. راح ننزل هذا، والدرس الثاني اللي حيكون يعني راح يكون على الإرسال، وهذا الإرسال يكون عبر القارين. هذه واحدة. سحر الكواكب والنجوم يكون كما قلت على الإرسال، يعني ما يحتاج أثر، ما يحتاج صورة، ما يحتاج ولا شيء إلا اسم الشخص أو اسم أمه. حتى لو ما كان متوفر اسم أم، يكون نشتغل بأمنا حواء. بالنسبة لسحر الطلاسم، وهو هذا، يكون فيه المأكول، ويكون فيه المرشوش، ويكون فيه الأثر، المرشوش والأثر والمأكول، ويكون فيه المدفون. هذا هو سحر الطلاسم، يعني يكون فيه المدفون، أو اللي يكون المرشوش أو المأكول أو المدفون كيف ما قلت. هذا سحر الطلاسم هو الذي يحتاج فيه الأثر الشخص،
يعني يمشي في سحر طلاسم، هي عبارة عن طلاسم وشرحتها من قبل، ويكون فيه يعني المرشوش يعني شيء على عتبة البيت، على عتبة السيارة، على عتبة محل بيع وشراء، على. وبالنسبة للمأكول فهو كل ما يؤكل، وبالنسبة للمدفون هو كل ما يدفن. حتى في أسحار لا تدفن في المقابر، يعني يلزم أن تدفن في باطن الأرض تعطي مفعولها، مو بالأحرى يكون في مقبرة أو في قبر أو والعياذ بالله. لكن اللي أتطرق له هو وهي العين والحسد. العين والحسد والله العظيم لها أعراض مثل سحر الطلاسم، لها أعراض مثل سحر الطلاسم، له تقريبا نفس المفعول لسحر الطلاسم، نفس مفعول عيني والحسد. يعني كل ما يعني جسد الإنسان يعني تقوى بهذا العين والحسد، يعني تملكه جسده، فيكون لهم أعراضهم. يعني هذا هو شرحي. يعني كيف ما قلت يا إخوان، بعض الإخوان يعني شخص يكون أو أخت تكون عندها عين وحسد، يقول لها بأن السحر طلاسم، يقول لها عندك سحر. أنا لا أحكي على سحر الكواكب والنجوم، هذا راح أحكي كيف يكون إرسال عبر القرين، هذا خليه على جنب. أنا بحكي على سحر الطلاسم، يكون لهم يعني تقابل أو يعني توازن أو نفس الأعراض التي تكون على سحر الطلاسم، يكون العين والحسد. طيب، هذا العين والحسد فلو كان شيئا سبق القدر لسبقته العين. يعني كل ما طالت أو استأنست في جسد الإنسان، يعني تعطي يعني الشخص يحس بحاله كأنه عليه سحر طلاسم. فلذلك أقول الإخوان يعني سواء معالجين أو كيف ما كان شكلهم، فلما تجي تكشف اكشف بدقة، لأن العين والحسد يكون لها نفس أعراض سحر الطلاسم. وسحر الطلاسم كيف ما قلت هو يكون يا إما مأكول أو مرشوش أو الأثر أو يكون مدفون. هذا هو درس اليوم أو نصيحة اليوم لبعض الإخوان أو إجابة لبعض الأسئلة التي أتتني عبر البريد. فلذلك أقول انتظروا الدرس اللي يأتي من بعد هذا إن شاء الله، وهو الإرسال، أو كيف يكون الإرسال بسحر النجوم. وهذا السحر كيف ما قلت هو أفذك الأسحار، لأنه لا يحتاج فيه لا صورة، لا أثر، لا أي شيء، ويكون يفذك والعياذ بالله. إلى هنا أكون خلصت هذه النصيحة أو هذا الدرس أو هذا الموضوع. إلى درس آخر بإذن الحي القيوم. السلام عليكم.